مرات عمي. ايه ده بس إيه؟ الاول خدي من ايدي. ايه ده؟ قلت لك امي حطي الحاجه دي في الفريزر عندك. الحاجات اللي حطها في الفريزر. الحاجه دي هنها لها في الفريزر. هي مش امك قالت الاسبوع اللي فات هتجيب هي فريزر؟ هي قالت للراجل عليها بس هو لسه ما جابهولاش. طب يا حبيبي خد لها الحاجه دي زي ما جبتها كده، وقول لها مرات عمي مش هينفع تعمل لك حاجه في الفريزر. ليه؟ قول لها كده هي فاهمه. هي قالت لي كده جيت انزلها لستي، ستي قالت لي لا اطلع وديها لمرات عمك عشان ما فيش مكان هنا في الفريزر. كده ماشي. خدي يا يوسف الحاجه ديت يلا كده طلعها لامك. امسك بس يلا شيلي يا تقيلي. قول لها بتقول لك مرات عمي. طب حطها في الفريزر عندك طيب النهارده لا هناخدها بكره عم. لا معلش، ولا دقيقه واحده. قول لها بتقول لك مرات عمي مش هتحط لك حاجه في الفريزر. ماشي. يا عبدو، يا عبدو. يا دي ايوه. في ايه؟ هتنزل شغل امتى؟ هنزل على بعد المغرب كده. والله يعينك. كنت عايزاك بس في موضوع كده. خير. يوسف كان جايب لي دلوقتي حاجات عنها له في الفريزر. هو مش انا قلت لميادة مرات اخوه ان انا مش هنلاقي حاجه في الفريزر تاني؟ ايوه. طيب هي بعتلي حاجات يوسف جايبها على الصناعه كده حاجات كتير. بيقول لي وخدي بتقول لك ماما عيني الحاجات دي في الفريزر. طب هي بعتهم لي اصلا؟ انا قلت لها ما انا بس قلت اعرفك عشان بس ما ننزلش اشتكي لامك، وانت عارف امك بتقف دايما معاها وهلا امك تبهدلنا. انا مش فانا عارف. مش ناقصه وجع دماغ اكتر من كده. طب وانا نازل هتكلم انا مع عمرو. ماشي. لان انا يا عبدو ما تزعلش مني، انا مش هستحمل حرقه الدم اللي هي بتعملها لي. بتعين الحاجه عندي في الفريزر وبتسرق لي ان في حاجات ناقصه. انا عارف الحوار ده يا دي. طيب انا عارف الحوار انا مش ده. ناقصه بقى تبليني، بتقول لي يمكن تبليني بحاجه انا ما اقدرش اعملها لها. ما هو انا اتكلمت واخويا موجود. ما تجيبش حاجه، خلاص هنجيب فريزر. من هنا بقى الفريزر لسه ما جاش، قالوا هيجي الاسبوع اللي فات. طب وما ماشي جاش. طب ماشي. طب المفروض انا اول ما جيت بعتبرها زي اختي. طب فيها ايه لما كنا بقى نعيش كويسين وبقى يعني انا احتجت حاجه هي تفيدني، هي احتاجت حاجه انا افيدها، فنبقى مع بعض كده. مش تسرقني وتخليني انا اكره ان انا اعمل لها حاجه، يعني انا بعمل معاها خير وبتقلب عليا بشر. حبيبتي خليك انت بس ايه طيبه وما تشغليش بالك بيه. والحوار اللي هي عملته دوت انا رديت لك اعتبارك انا بتاعت بصراحه السرقه. عشان ما تزعلش انت، عشان ما تزعلش انا قلت ليوسف، قلت له زي ما هقول لك كده بالنص، قلت له لا اطلع قول له لامك انا مش هنلاقي حاجه في الفريزر، عشان برضو الكلمه دي هتوصل لامك 10 وانا ما بحبش الكلام الكتير. خلاص ما تشغليش بالك، وانا نازل هعدي على امي افهمها. ايوه عشان الموضوع يزعلني، مش انا ابقى عامله معاكي خير واعمل لك اللي انت عايزاه في الفريزر واقول لك حاضر واعمل لك كل اللي انت عايزاه وفي الاخر تسرقيني بالحاجه اللي انت بتعينها عندي. تمام. ماشي. فانت شايف ايه؟ لا هي مش هتطلع حاجه هنا تاني، وانا هفهم امي الحوار كله على ايه. هو ده اللي بكلمك فيه علشان ما يحصلش مشاكل بقى بس قدام انت ولا حاجه. ايه ما تشديش مع امي. انا هتكلم مع امك في ايه، انا ماشي. بعرفك بس. انا هفهم انا امي كل حاجه وانا نازل. طيب ولا اقول لك على ما انت تجهز الاكل هنزل لها انا. ماشي ماشي. ماشي. ايوه كده كويس ان انا عرفت جوزي علشان ما يعملوليش مشاكل. انا مش قد مشاكلكم والله، عشان اكون عامله معاكي خير وانت تسرقيني بالحاجات في الاخر. يا ريتك حتى بتقول كلمه شكرا حتى. ده الغم والهم بيرجع لنا.